عملنا مع بعض تجهيزات الشهر او الوجبات السريعه عشان الموظفين وفي الاعياد والمواسم. استغلينا كل حاجه، عملنا منها طبق زي ما انت شايفه كده، جوانح وبانيه ودبوس وشطاووق وكمان الكبد والقوانص. طلعنا منها كل حاجه عشان ننجز مع بعض الوقت. معاكي صفاء مجاهد من صفحه طبق طبعنا. لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي ادعميني بسبسكرايب، فعلي معايا القناه وتعالي نشوف عملنا التوضيبات دي ازاي. السلام عليكم. طبعا زي ما قلت لك هنعمل النهارده تجهيزات تنفع طول الشهر او المواسم. نجيب الفراخ دي هتنجز لي طبعا الوقت بتاعي. نقطع طبعا الحتت اللي هي في الورك، نحطها طبعا عزك الله. الكلب القطه برضو بنعمل حسابهم، حاجات مفيش حاجه بتترمي. تمام. هنقطع كده اكن حاجه وانا بقطع الفرخه تكون من المفصل عشان ما تعمليش دم، ومش هينفع ايه انا اقطعها كده. طبعا لسه هنا ما غسلتهاش، شطفتها كده شطفه على السريع، سبتها تتصفى شويه عشان اعرف ايه اطلع منها. هنقسم الاول الفرخه دي. طبعا مثلا انت بتجيبي 5 6 فرخات حسب ما انت عايزه. طبعا بتوفر عليكي الوقت جدا والمجهود. بتوضبيهم بقى فرختين 3 زي ما انت حابه. نجيب الفرخه كده. طبعا اللي احنا هنطلع منهم الصدر والشيش طاووق والدبوس بنجيبهم حجمهم كبير زي ما انت شايفه كده. الواحده هيجيلها 2 كيلو ونص. تمام. طيب بقيه الفراخ بقى بنجيبها وسط، هنعمل منهم المندي، نعمل منهم اي حاجه. قسمنا الفرخه زي ما انت شايفه، بنشيل الجزء ده اللي هو ورا ده لان ده مش بيتاكل، وبرده عشان نجمعه زي ما قلت لك كده. بعد كده باخد الدبوس عشان اطلع الدبوس، باجي كده واعمل كده الاول. تمام. وافص المفصل كده. بصي اهي بطلعه كده بحاجه زي ما انت شايفه. برده الناحيه دي نفس القصه، هعمل كده اهو من عند المفصل اهو. للاسف العظمه اتكسرت، ولكن وانا بقول لك ايه، بصي من عند المفصل اهو عشان بقول لك ما تعملش دم زي ما انت شايفه كده. خليه بالكفر بتاعه. طبعا المفصل ايه اتكسر كده اهو بالوصف ده كده. ده كده الدبوس. هنعمل كده بقى في الفراخ كلها. طلع طبعا الجزء بقيه نص الفرخه الشيش طاووق بعمل كده برضو في مفصل هنا اهو. اعمله كده طريقه كده، يبقى في طبق تاني. طلع الحته اللي في الوسط دي هنكسرها بقى او نسيبها زي ما هي كده، مفيش مشكله فيها. تمام. هنكمل بقى بقيه النص كده ونشيل ايه. بصي الفرخه حجمها قد ايه. دي اللي هنطلع منها الصدر عشان صدرها يبقى كبير. تمام. زي دي كده او زي ما انت شايفه كده، ونطلع منها الدبابيس. طلعنا زي ما انت شايفه كده الدبوس والشيش طاووق. دي بقيت نص الفرخه بعمل ايه، بعمل كده. هطلع الرقبه. الرقاب دي ممكن اجمعها نعمل بيها شوربه ملوخيه اي حاجه لسان عصفور. اهي تطلع كده اهي. الرقبه اهي. برضه بنحاول نتخلص من الجلد ده، نخليه برضه لايه للقطه، لان الجلد ده مش صحي. تمام. بقيه الفرخه بقى في هنا الجناح الجوانح طبعا هبتدي اطلعها. بصي برضو في مفصل هنا شايفاها. طبعا الفراخ لسه مش مغسوله، عفوا بقى هنميض. نمسك المفصل برضو اهو بتاع الجناح اهو، شايفاه كده. نقطعه كده بالوصف ده كده. نعمل التاني زي ما انت شايفه. نجيب من هنا كده وناخده من عند الكتف عشان برضو نعمل طبق جوانح ده جميل. وزي ما انت حابه بقى نوعي فيها عشان اكلاتك تبقى متنوعه وتنجز معاكي. دي اسمها تجهيزات الانجاز. بصي كده الجناح طلع اهو زي ما انت شايفه. الصدر اهو شايفه ما شاء الله كبير ازاي. بنمسك بقى كده الجلد ده اهو زي ما انت شايفه كده، نطلعه بالطريقه دي كده اهو.
سهل جدا مش اي حاجه. وبعدين لو حابه ان انت تشتري والراجل برضو يوضبها لك بالكيفيه دي برضو انجاز ليكي، مفيش مشكله. ادي الصدر اهو طلع. نعمل فيه ايه بقى؟ اهو نشقه شقه بسيطه كده من الوسط ونريحه كده اهو. ممكن بقى تطلعي منه ستريبس، ممكن تطلعي منه تعمليش منه شيش طاووق زي ما انت حابه اعملي. بنحاول بقى ايه نخلص حط السكينه كده، نحاول نخلص اللحم العظمه من اللحم اهي. دي طب زي ما بقول لك كده بتبقى ايه تمشي للشوربه، مش هتقول لك لا كده. ادخل بقى السكينه كده من تحت من هنا بقدر الامكان عشان ما اطلعش ايه الصدر يطلع في العظم، لاني بشوف في حاجه بالظبط اهي كده. هنطلع العظمه زي ما انت شايفه كده تمام. مش عايزه اطول عليكي الكيفيه دي. ادي الصدر جاهز معايا اهو. عايزه بقى ايه اوضبه بانيه زي ما قلت لك، اعمل منه شيش طاووق اي حاجه. خلصنا الصدر من العظم زي ما انت شايفه كده، نقطعه اتنين كده. جاهز اهو زي ما قلت لك. انا هجهزه، نشيل حته الخلاطه دي الاول اللي جوه اهي كده. هبتدي بقى اقطعه. انا حابه اعمله مثلا وصفه معينه يبقى الصدر تخين، يبقى عامل زي البفتيك كده تمام، او اعمله بانيه زي ما قلت لك زي ما انت حابه. اهو معايا الصدر اهو زي ما انت شايفه. نبتدي بقى ايه السكينه بس تكون حاميه قوي. هنبتدي نعمل كده، نحاول نطلعها سليمه بقدر الامكان. زي ما قلت لك لو انت مش عارفه تعمليها ممكن الراجل يعملها لك، بس المهم ان انت تنجزي اطباق كده عشان تساعدك على الوجبات كده بالطريقه دي اهو زي ما انت شايفه. بصي كده الكيفيه دي نعملها بقى كلها جاهزه زي ما انت شايفه. بصي رقيق ازاي وجميل جدا. طبعا رمى اكتر من كيلو الا ربع كل طبق يعني توفير كمان. عندنا بقى ايه صدرين من الفراخ هنعملهم ايه بقى؟ هنعملهم حاجه تانية بتبقى اكله طبعا في المطاعم غاليه شويه، فانا هقسم الصدر على 2 بس تمام عشان نعمله في الفرن كده اهو بالطريقه دي تمام كده اهو. طلعوا كده دي تبقى برضو وجبه. وانت طبعا بتقسمي زي ما وريتك الوجبات بتاعتك حسب الاسره عندك تمام. نمسك الصدر كده نحط ايدينا كده نفس طريقه البانيه ونعمل كده، بس ده طبعا هقسمه 2 فانا ايه الحته هتبقى ايه تخينه شويه كده اهو اهو. جزء كده كده، الجزء التاني برضه نفس القصه كده تمام. نعمل الصدر التاني بنفس الطريقه. فاضل هنا فوق واحده سليمه، ممكن اخليها كده اهو سليمه زي ما هي بالظبط، نحشيها فريك او رز زي ما انت حابه تعمليها صحيحه. طب انا حابه اعملها مشويه مفتوحه، بشيل برضو الزوايد بتاعتنا دي كده اوريكي ازاي تتفتح تمام. وبرضو الرقبه بس بشيل جزء كده من الرقبه دي من هنا كده، يعني بشيلها كلها تمام. نيجي بقى عند الجزء اللي قدام ده هفتحها من هنا من عند الصدر. طبعا السكينه من هنا كده وتبقى حاميه، وانزل بيها بقى بالسكينه كده نروح فاتحين كده زي ما انت شايفه. بصي خلصها كده، انا فتحتها بالعكس تبقى كده بالطريقه دي. بصي كده اهي. طبعا دي هنشويها نعملها كده، نعمل كده نروح جايبين الورك نعمل فيه تشريطات كده زي ما انت شايفه كده عشان التتبيله بتاعتنا دي كده جاهزه تبقى للايه للشوي تمام. وامسك الصدر من هنا اعمله كده افتحه كده بالطريقه دي عشان التتبيله تدخل فيه زي ما انت شايفه كده. ومن هنا برضو نفس القصه بصي عشان التتبيله تدخل فيه، واعمله تشريطات من هنا كده ومن هنا كده، وهنشوفه يبقى الطبق جميل جدا. ودي كده اهو تبقى وجبه برضو اليوم، وطبعا حسب ما الاسره بتاعتك عددها هتعمل. عملنا من 5 6 فرخات. بصي طبعا الاطباق دي كده جاهزه. شيش طاووق، وعندي هنا الصدور التخينه اللي ممكن نعمل بيها وجبه مشويه، صدور مشويه في الفرن. ودي الشيش طاووق، ودي الدبابيس. وهنا طبعا احلى بانيه اهو. بصي
طريز يعني رفيع وجميل. وادي طبق كمان من الجوانح. وطبعا هنا بس كل التنجير بتاع العظم بتاع البانيه هيتعمل شوربه ويطلع منه احلى مرقه. والرقب زي ما انت شايفه شلت منه الجلد. طبق برضو هنستخدمه مش فيش حاجه بتترمي. ودي طبعا الفرخه حابه بقى اسيبها صحيحه، حابه اشويها كده، اعملها مندي، او اقسمها نصين وبرضو اعملها مندي زي ما انا حابه. معاكي صفاء مجاهد من صفحه طبق طبعنا. لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي دعميني بسبسكرايب، فعلي معايا القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وتعليقاتك بتهمني وتفاعلك معايا بيهمني. وشكرا جدا لمتابعتك.